الثانيه 10 على 10. مصطفى الجعباوي يا ولد على الترقيصه، مصطفى الجعباوي وحكم اللقاء ضربه جزاء. الحرفانه موجوده، التكمله عبد الرازق وموسى سمير. قاسم عبد الرازق كابتن الفريق، هل يسجل ثاني الاهداف في هذا اللقاء؟ قاسم وموسى يا ولد يحطها على اليمين، طار معاها موسى سمير، لكن الكرة اسرع، الكرة اقوى، الكرة هدف ثاني لصالح المنتخب العراقي تماما في الدقيقة 39 من عمر اللقاء. 5 دقائق كانت كفيلة ان المنتخب العراقي يسجل هدف اول، وفي الدقيقة 39 وقبل النهاية ب5 دقائق اخرى يسجل كابتن الفريق عبد الرازق قاسم الهدف الثاني لصالح المنتخب العراقي. 2-0 صعب المهمة على منتخب جزر القمر. بعض الآراء تقول لك المجموعة الثالثة يعني نتيجة الخبرات ونتيجة القوة والتاريخ قدم نتيجة 4-2. ترقيصة حلوة قوي، ترقيصة حلوة والتسديدة جول 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 جول، خلاص جول خلاص. التسديدة حلوة، قلت لكم الأمل موجود، الأمل موجود. بليند كلوري هو اللي بيلحقها وهو اللي بيسجلها، لكن التسديدة الحلوة، التسديدة الأولى هي المشوار كله، هي الحكاية كلها. التسديدة الأولى من مين؟ موسى سمير ما يلحقهاش، اللي يلحقها بليند كلوري. بص البينية من علي عمر، موزع الكرة بشكل رائع، وادي التسديدة حلوة تخبط. هل من الأولى اتسجلت ولا لا؟ عايزين نشوفها مرة تانية، عايزين نشوفها مرة تانية. ادي الكرة بتوصل لعبد القادر جميل يسدد، ادي التسديدة